4 زلازل تحصل وانت ما تحسش بولا واحد فيهم، ده يا اخي ربنا غضبان عليك قوي. 4 زلازل تحصل وانت تحس بيهم كلهم، دي علامة ان ربنا راضي عليك قوي. الكلام اللي فات ده كله ملهوش اي اساس من الصحة. حسيت بالزلزال ده مش معناه ان ربنا غضبان عليك او راضي عليك، ده ملهوش اي علاقة بالموضوع. او ما حسيتش بالزلزال برضو. اما المقياس، الزلزال اثر فيك ولا ما اثرش فيك؟ ربنا قال وما نرسل بالايات الا تخويف. حصل الخوف في قلبك وجددت توبتك وقربت من ربنا بعد موضوع الزلزال، دي علامة رضا من ربنا عليك. فضلت تعصي ربنا وبعيد عنه وفي نفس الغفلة بعد الزلزال زي قبله، دي علامة ان انت بعيد عن ربنا وعلامة ان ربنا غضبان عليك. هو ده المقياس. الزلزال اثر فيك ولا ما اثرش فيك، مش المقياس ابدا انت حسيت بالهزة ولا ما حسيتش بالهزة. يا ريت نبطل ننشر الخرافات بين الناس ونخوفهم بالباطل. خلينا نفهم مراد الله على حقيقته. ربنا ينجينا واياكم ويرزقنا التوبة قبل الممات. من شوية حصل زلزال، مش هنقول ده حصل زلزال تاني، ده حصل زلزال تاني وتالت ورابع ويمكن خامس الشهر ده. ربنا عز وجل بيبعت لنا رسائل، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الموضوع مش محتاج هزار أبدا، الموضوع محتاج دلوقتي تجدد توبتك لله وتقوم تصلي. انا نازله مع اصحابي. لا مفيش نزول طبعا الساعه 10 بالليل. لا عايزه انزل. طب على الله تنزلي هجيبك من شعرك. انا نازله مع اصحابي. ما يصحش يا حبيبتي الساعه 10 بالليل. قدريني معلش واسمعي الكلام، وانا عارف انت تعملي كده، انت بنت اصول. ماشي، بتعرف انت تضحك عليا بكلمتين وتمشي كلامك. الاثنين من حقهم ان هم يمشوا كلامهم على مراتاتهم، بس واحد عنيف وبيستعمل اسلوب غلط والتاني بيحتوي وبيستعمل الاسلوب الصح. في نوعية تالتة من الرجالة، هم دول الرجالة أصلا في نظري، والأستاذ ما تكلمش عنهم. نوعية الرجالة دول هو أصلا مش هيتجوز واحدة ومش هيختار واحدة يجي ببالها إن هي تبتدي سهرتها الساعة 10 بالليل. هي تتصل بأصحابها وابتدوا سهرتهم في الشارع الساعة 10 بالليل عشان تيجي بقى وش الفجر. الرجالة دول مش هيتجوز واحدة ليها أصحاب ينفع يخرجوا ويبتدوا سهرتهم في الشارع الساعة 10 بالليل. نوعية الرجالة دول مش هيختاروا واحدة أصلا يجي ببالها إن هي تقوم وتلبس وتتفق مع أصحابها وبعد كده تقول له أنا خارجة. لا، هي قبل ما هتاخد خطوة النزول وقبل ما هتتفق مع أصحابها وقبل ما هتقوم تلبس هتاخد رأيه، هتستأذنه. أنت اتضايقت من كلامي أو ما اتضايقتش، أنت شايفاني راجعي أو متخلف أو مستبد في العلاقة، لكن الحقيقة هو ده شرعنا وهي دي أخلاقياتنا وهي دي أعرفنا كعرب. الفيديو ده أنا شايفه إن هو بيدس السم في السم، مفيش عسل في الموضوع. مفيش حاجة اسمها ست هتاخد زوجتي تاخد رأيي أنا خارجة الساعة 10. مش هيجي على بالها أصلا إن هي تتصل بأصحابها ويكون ليها أصحاب وتبتدي سهرتها الساعة 10 بالليل عشان تجي لي إمتى؟ وش الفجر؟ لا 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 خالص. ما تميعوش شبابنا يا جماعة، ما تخربوش البيوت. الفيديو ده أنا شايفه مش لطيف. بس كده، على السلامة. ازاي امنع التعلق الزائد بخطيبي؟ اتجوزيه. اول ما تتجوزيه التعلق هيروح، مش هتبقي طايقه سيرته. تمام. بصوا يا جماعه، هو طبيعي جدا وقت الخطوبه يبقى فيه تعلق والحب هنا يبقى حلال، لان الحب هنا جه بطريقه شرعيه وبطريقه حلال اللي هي الخطوبه. لكن وقت الخطوبه حتى لو في مشاعر في قلوبنا ننضبط بالضوابط الشرعيه، ما ينفعش نتخطاها. ربنا عز وجل قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وما يتق الله يجعل له مخرجا. فانت وهو طبيعي جدا هتتعلقوا ببعض وقت الخطوبة. لما تتجوزوا ان شاء الله التعلق ده هيهدى، العشق بقى هيتحول لمشاعر سكينة وطمأنينة ومودة ورحمة. وعشان كده في حديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني رحمة الله عليه، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى للمتحابين شيئا سوى النكاح. 2 بيحبوا بعض يتجوزوا، تمام؟ ساعتها الأمور هتهدى إن شاء الله. فأنت اتقي الله وانضبطي بالضوابط الشرعية وربنا ييسر لكم الزواج عن قريب. وأول ما تتجوزيه أدي دقنا أهو لو قبلتي شكله بعد كده. لا 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 بهزر. ربنا يصلح ما بينكم ويجمع ما بينكم في الحلال ويديم بينكما المحبة. ليه في الإسلام عندكم المرأة ملهاش حق إن هي تطلق الراجل؟ كان زمان كلنا اتطلقنا
يعني كان زمان مفيش راجل مننا بايت على ذمة مراته. ماشي، الست انفعالية بطبيعتها، وفي أي وقت هتزعل فيه هترمي على الراجل يمين بالتلاتة. تمام. إذا كان ربنا اداهم حق الخلع، طبعا بشروط ولظروف معينة. الرجالة دلوقتي بتلف حوالين نفسها، كل راجل بقى ينام دلوقتي بيقول يا طب يا رب أنا هتخلع بكرة ولا مش هتخلع. فلا، مش ده من حكمة الإسلام إن ربنا عز وجل يدي للراجل العصمة تكون في إيديه، حق الطلاق يكون في إيديه، والست ليها حق الوكالة في الطلاق. ما إحنا ما عندناش حاجة في الشرع، أنا بتكلم في الشرع مش في القانون، يكون اسمها حق العصمة في إيد الست. لا، وكالة، يعني الراجل يعرض عليها إن أنت لو حبيتي تطلقي نفسك طلقي نفسك دلوقتي على الفور كما اختاره الشافعي. تمام. وليها حق الخلع طبعا بشروط معينه. لكن كون ان هي تبقى تضرب في دماغها كده تقول له انت طالق، يا رب بقى الرجاله كلهم كانوا هيبقوا في محكمه الاسره متطلقات او متطلقين بقى. لا، ربنا حكيم والاسلام حكيم، وربنا يسترنا ولا يبقى في طلاق ولا يبقى في خلع، وربنا يهديك للاسلام.